ضروري ما يكون عندنا في الطبيله ديال العيد وفي اي مناسبه ما يخطاش حتى شي مائده مغربيه. فقاس مغربي بلدي بالزبيب او كيف كنقولوا المسوس بواحد الطريقه اللي سهله بزاف وكيجي جد ناجح حتى المبتدئات. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتشتركوا باش يوصلكم كل جديد. في المكونات عندي واحد 4 البيضات بحرارة الغرفة، كاس معامر ديال سنيدة باش هكا ما كيجينيش الفقاس حلو بزاف، والحلاوة كتبقى دائما على حسب الذوق ديالكم. غنضيف واحد الكاس معامر ديال الزيت، وهذا هو السر باش الفقاس ديالنا ما يتفرقعش في الطهي، هو اننا نضيفو الزيت ولكن ماشي بواحد الكميه كبيره كيف كتشوفوا. ما عمرتش الكاس، والعبار دائما بكاس ديال العنبه. كنخلط الكل حتى كيتمزج ليا مزيان داك السكر مع البيض والزيت. هاد الكميه ديال 4 البيضات راه كتخرج لي واحد الكميه وفيره ديال الفقاس، ودائما راه تقدروا تضيفوا وتدوبلوا الكميه على حساب الكميه اللي كتبغيو يخرج لكم. غنزيد واحد القبيصه ديال الملح، الزنجلان اللي نكون حمرته شويه ونقيناه طبعا وغسلناه، تقريبا واحد نص كاس، كيبقى الاختيار ديالكم، تقدروا تكثروا تقدروا تقلوه. واحد المعلقه كبيره ديال النافع اللي نكون حتى هو هكا نقيناه وحمرناه شويه في المقله اولا في الفرن، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه. انا صراحه كيعجبني هكا الفقاس يجي مقوم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يضيفوا اللوز تقدروا تضيفوه، كترقدوه واحد الليله كامله. اذا بغيتو هكا تكتفيو غير بالزبيب فراه كيجي رائع جدا. بالنسبه للزبيب انا هنا قطعته طريفات، تقدروا تستعملوا هذا الزبيب الاصفر اولا الزبيب الاسود. كنقطعوه هكا طريفات وكنخليه يترقد تقريبا واحد الساعه في واحد ربع كاس ديال الماء زهر صافي، وكنضيفوه هكا كنخلط مزيان. كنضيف خماره ونص كتجيني مزيانه مع هاد 4 البيضات، وكيجيني الفقاس ديالي زوين بزاف وما كيجيوش فيه تشققات نهائيا، ما كيجيونيش فيه حتى يعني داك الهرس ديال الضياع ما كيجيش. صافي هنا درت خماره ونص وغنخلط ثاني الكل، وغنبدا نضيف الدقيق على حسب الخليط. غتشوفوا معايا العجينه اللي غنحصل عليها في الاخر تقريبا كيهز ليا واحد 600 غرام، يعني واحد نص كيلو وشويه ديال الدقيق الابيض اولا الفورس. صافي نخلط الكل مزيان، كنحصل على هاد العجينه اللي تكون متماسكه ما تكونش قاصحه بزاف. هنا غادي نقطعها على 3، يعني نقسم العجينه ديالي على 3 وغادي نديرها حريبلات. بالنسبه للحرابل فانتوما شوفوا واش كتبغوا الفقاس ديالكم يجيكم كبير او لا يجيكم صغير. انا صراحه كنبغي حبات ديال الفقاس ما يجيونيش كبار بزاف باش هكا كيخرج ليا كميه وافره وكيجي هكا زوين وراقي. صافي كنوضعهم هكا في اللاطه. عندي هنا واحد صفر ديال البيضه وشويه القهوه سريعه الذوبان وشويه الخل. دائما الخل كنستعملو هكا للتلميع، كيحيد ليا ديك الصفوريه ديال البيض. صافي وغنبدا هكا كندهن دوك الحرابيل ديالي. اذا ما عندكمش البيض فراه تقدروا تستعملوا غير الحليب والقهوه اولا الحليب والشوكولاته السوداء المره يعني الكاكاو. صافي كندهن هكا مزيان وكناخذ واحد الفورشيط وكنبدا كنشرط يعني طوليا باش كيجيني داك الفقاس فيه دوك الشريطات هكا من الفوق كوم ديكور. صافي كنبقى هكا حتى كنكمل الاشكال ديالي كامله. في هذا الوقت اللي كتشوفوا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم على الوصفه وتجربوها ان شاء الله وتبارطاجيوها مع الحباب والاصحاب ديالكم. هكا كان يعني كتحمسوني انني نزيد نشارك معكم وصفات اكثر. ضربوا لي على القناه تلقاو بزاف ديال الحلويات، تلقاو واحد البلاي ليست فيها الحلويات، تلقاو فيها بزاف ديال لي كيك لي طارت وهكا حلويات اقتصاديه وجيت سهله. صافي هنا كملت، رشيت شويه زنجلان من الفوق اللي كيبقى حتى هو اختياري، كيجي زوين هكا من الفوق. كيجيني حبات ديال الفقاس فيهم هكا شويه زنجلان من الفوق. كندخلو الفران، كنشعل عليه على نار متوسطه. الفران نهائيا ما نشعلوش عليه من قبل، يعني ما نسخنوش، غير كندخل الفقاس ديالي على درجه متوسطه. صافي كنخرجوه. من بعد ما كنخرجو كناخذ واحد المنديل اللي يكون فازك مزيان، كنعصرو مزيان وكنغطي داك الفقاس ديالي ليله كامله. هذا السر ديالي ثاني باش الفقاس ديالنا ما يتهرش. صافي هنايا الغد لي خديتو وبديت كنقطعها. ضروري تقطع يكون بواحد السكين اللي يكون ماضي مزيان باش هكا ما كيمحناش نهائيا، ما كيتهرش معنا الفقاس.
وكنقطعو هكا. بغيتو الحبه ديال الفقاس ديالكم يجيكم شويه غلاظ، بغيتو يجيكم رقيق، فكيبقى لكم الاختيار على حساب عاوتاني الفران ديالكم واش كيشرب العافيه ولا لا. الا كانت العافيه ديالو مجهده ورققتو داك الحبه ديال الفقاس بزاف فراه يقدروا يتشوطوا. صافي انا تبارك الله كيف كتشوفوا 4 البيضات خرجت ليها الكميه ما شاء الله وفيره. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه بالطريقه ديالي، ان شاء الله غتنجح معكم. كيجي واحد الفقاس لذيذ بزاف وزوين بزاف وكيجي مقرمش، يعني اللي ذاقوا عندكم اكيد غيسولكم على الوصفه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو. السلام عليكم ومبروك عواشركم.